الشيخ أحمد النعيمي الرئيس الفخري بالنسبة لفريق نادي النهضة، ماذا تقول بعد هذه النتيجة الكبيرة؟ والله احنا ما نقول شيء، طبعا كل مباراة لها ظروفها. اعتقد اليوم كان يعني الفريق ينطرد عن لاعبين في اول 7 دقائق. اعتقد يعني مسؤولية كبيرة على المدرب، كيف يغير هالوضع، كيف يلعب مدافع، كيف يأخر، كيف يقدم. فاعتقد احنا النتيجة يعني ما كنا نتوقعها، ما كنا نتوقع يعني ان النهضة يقدم افضل، بس ظروف المباراة حصلت اليوم، المدرب غير وجهة نظره. فاعتقد ان شاء الله عندنا فرصة، احنا عندنا 3 نقاط في هذه البطولة، ولسه ان شاء الله البطولة بقى يعني فيها مباريات قادمة، والنهضة ان شاء الله بيعوض. الشيخ أحمد، كلام منطقي جدا. أنت لم تحمل التحكيم على الرغم أن لاعبين من فريق النهضة انطردوا، وهذا عادة يكون شماعة بالنسبة لكل المسؤولين أو حتى المدرب أو صحيح، اللاعبين. احنا ما نحمل التحكيم ابدا. اي قرار يصدر من الحكم احنا قابلينه، وكل الفرق المفروض تقبله. الحكم بشر وممكن يخطأ وممكن يكون صح، قد يكون هو صح. ما نحمل التحكيم اطلاقا، المباراة لها ظروفها، ما حصل اللي حصل، نفكر في القادم ان شاء الله. أحمد النعيمي، شكرا ان جزيلا. شاء الله.